ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم النهارده عن البول. البول ليه خصائص انا اقدر اشوفها بعيني المجرده، زي لونه مثلا. وفي خصائص تانية لازم تبان في التحليل. طيب، هكلمكم عن الاتنين. ايه الحاجات اللي ممكن اشوفها بعيني المجرده في البول؟ ده اشاره لان في مشكله عندي في حاجه في جسمي، او لو انا عملت تحليل. آم، ايه الحاجات اللي مش ممكن الاقيها في تحليل البول؟ لو لقيتها في تحليل البول اعرف ان انا عندي مشكله. لو هنتكلم عن اللون الطبيعي للبول فهو اللون الاصفر البارد. تمام، ده اللون الطبيعي. طيب، في تغيرات في لون البول. لو مثلا هنتكلم عن اللي هو لون الميه، يعني البول بتاعك شفاف لون الميه، تمام، مش اصفر خالص. ممكن يكون السبب طبيعي لو انا مش بشرب ميه كتير في يومي. يعني لو ذكر وبيشرب اكتر من 3 لتر ميه في يومه، او انثى بتشرب اكتر من 2 لتر ميه في يومها، فممكن الاقي لون البول لون الميه، لان انت بتشرب كمية ميه كبيرة جدا. لكن ممكن كمان لو انا بشرب كمية عادية طبيعية من الميه، فممكن يبقى عندي مشكلة. ايه المشكلة دي؟ المشكلة دي في هرمون في الجسم بيتفرز، اسمه الهرمون المضاد للإضرار. يعني ايه؟ بتسمعوا عن مضرات البول؟ ده عكسه بقى. الهرمون ده فايدته ان هو بيحافظ على كمية المية في الجسم. يعني ايه؟ يعني الدم لما بيتروح يتفلتر في الكلى عشان السموم تخرج منه وتنزل في البول، وينضف الدم ويرجع تاني لمجراه الطبيعي. المية، الدم عبارة عن مية ودايب فيه مكونات تانية، فمش كل المية اللي في الدم دي بتنزل في البول، تمام، وإلا هيجيلك جفاف. الجسم، الكلى بتتخلص من جزء من المية اللي هو زايد، والجزء التاني بيرجع تاني للدم. طيب، ايه اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ هرمون المضاد للإضرار. الهرمون ده بيتفرز من غدة في المخ اسمها الهايبوثالاموس، تمام، وبعدين بيتخزن في غدة تانية برضو في المخ، ومن الغدة التانية دي بيبتدي يروح الدم، ومن الدم يروح الكلى، تمام. ده مسار الهرمون. اي مشكلة في مسار الهرمون ده بتخلي كمية المية اللي في البول تزيد. يعني ايه؟ يعني انتاجه مثلا الهايبوثالاموس فيه مشكلة، فمش بينتج الهرمون ده بشكل كافي، او تخزينه، الغدة اللي بتخزنه فيها مشكلة، فهو مش بيتخزن في ال في ال في ال في ال في الغدة دي، او مش بيخرج منها في الدم بشكل كافي، فدي برضو تأثر على كمية المية اللي في البول. او الهرمون بينتج عادي جدا بكمية كافية وبيتخزن بشكل طبيعي، وبيخرج من الغدة اللي بيتخزن فيها للدم بشكل طبيعي جدا. يعني المشكلة مش في المخ بس، الكلى عندها حساسية للهرمون ده، مش بتستجيب للهرمون ده، فالمشكلة في الكلية نفسها، تمام. يبقى اي مشكلة في مسار الهرمون ده هتزود كمية المية في البول. طيب، نفترض جدلا ان مفيش مشكلة خالص في مسار الهرمون ده، وكمان الكلى بتستجيب عادي جدا للهرمون ده، وكمان انا بشرب كمية معتدلة من المية، 2 لتر لو انا انثى، 3 لتر لو انا ذكر، فما عنديش مشاكل خالص. طيب، البول ليه كده؟ في مراكز في المخ، المراكز دي اللي هي مسؤولة عن الجوع والشبع والعطش. لو انا لا قدر الله عندي مشكلة في مراكز العطش في الجسم، فبشرب كميات ميه كتيره جدا، فبالتالي بتنزل في البول. طيب، انا هتقولولي ما هي دي زي اللي قلتيها في الاول، ان لو بشرب ميه كتير. لا، انا ممكن اشرب ميه كتير بارادتي. يعني انا عايزه ابقى هيلثي مثلا، ففاهم الموضوع غلط، فبشرب ميه كتير قوي، بس انا مش عطشان، انا مش حاسس ان انا عطشان، فدي حاجه مش مرضيه، تمام. انا بس اظبط كميه الميه، البول
اتظبط. وفي فرق بين ان انا بشرب ميه كتير قوي عشان انا بعطش، انا بعطش كتير قوي فوق العادي. تمام. فدي الاسباب اللي تخلي لون البول لون الميه. تمام. طيب ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ بنعالج المشكله، انه لو المشكله في الهرمون ده، في مسار الهرمون ده، بندي هرمون صناعي يعادل العمل بتاع الهرمون ده. طيب لو هنتكلم عن لون البول البرتقاني، لو لون البول برتقاني ممكن يكون السبب انه جفاف شديد قوي، يعني حد ما بيشربش ميه خالص في يومه، او ممكن يكون مشكلة في الكبد. ليه؟ بسبب صبغة البيليروبين. الصبغة دي المفروض هي بتنتج عن طريق تكسير كرات الدم الحمراء. لما كرات الدم الحمراء ليها مدة حياة يعني. تمام. فلما بتخلص مدة حياتها بتتكسر، بتنتج المادة دي وبتروح الكبد بتتخلص منها، فبتحولها لمادة تانية وبعدين بتنزل في المادة دي، يعني مادة هاضمة بتنزل في المعدة والأمعاء وكده. فلو في مشكلة في الكبد مش بتقدر تستخدم المادة دي ناتجة عن تكسير كرات الدم الحمراء وتحولها للمادة التانية الهاضمة اللي هي العصارة الصفراء اللي بتفرز في المعدة والأمعاء، بتنزل بتكتر في الدم فبتنزل في البول، فبتخلي لون البول يبقى برتقاني. فطبعا دي مشكلة، لو لقيت لون البول برتقاني لازم اروح احلل عشان اتأكد اذا كانت فعلا موجودة ولا لا. لو طبعا مش موجودة في التحليل يبقى المشكلة ان انا ما بشربش مية كفاية. عايزة اقول نقطة كمان، انه غالبا لو اللون البول برتقاني والمشكلة من الكبد، بيبقى مصاحب ليه ان البراز بيكون لونه اصفر باهت، اصفر فاتح. كمان الجلد وبياض العين بيبقى اصفر، جلد اصفر والبياض العين اصفر، فبيبقوا 3 حاجات، البول برتقاني والبراز لونه اصفر باهت فاتح قوي، وكمان الجلد والبياض بتاع العين لونهم اصفر. تمام. بس برضو بنعمل تحليل علشان نبقى متأكدين يعني ونبتدي نعالج. طيب لو لون البول احمر او بينك، ده معناه ان في دم في البول، خلايا دم حمراء. طيب سببها ايه؟ سببها ليها اسباب كتير. ممكن يكون في مشكلة في الجهاز البولي، سواء في الكلى او في الحالب او في المثانة. زي ايه؟ زي انفكشن، عدوى مثلا، فعاملة التهاب، فالخلايا الالتهاب ده بيخلي الدم في الخلايا كتير قوي، يعني اكتر من العادي، لانه الدم فيه الكرات الدم البيضاء اللي بتهاجم البكتيريا يعني. فلما بيبقى فيه عدوى بكتيرية بيكتر الدم قوي اللي رايح للمنطقة اللي فيها عدوى، عشان الخلايا دي اللي بتهاجم البكتيريا تكون كافية يعني. فممكن يكون في عدوى، بنبتدي نعالجها بمضادات حيوية. او ممكن يكون مثلا في حصوة. تمام. طب هتقولوا لي، طب لو في حصوة مش هتكون سادة فهيكون في احتباس بول؟ ما هو ممكن يكون الحصوة دي مثلا في حالب واحد والحالب التاني عادي شغال، او الحصوة دي في كلية واحدة والكلية التانية شغالة، ماشي، فما فيش احتباس بول. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن لو ذكر يبقى فيه مشاكل في البروستات، التهاب، تضخم، سرطان لا قدر الله. ممكن بقى في فترة الحيض عند البنات، بس هي بتبقى يعني هي بتبقى عارفة ان هي في فترة الحيض، فمستنتجة الدم اللي في البول ده من ايه يعني. عايزة اقول حاجة، ان ممكن اللون الاحمر ده يكون بسبب اكل انا اكلته، بس دي بنستبعدها لانه لازم تكون كلت كميه كبيره قوي. يعني مثلا لو حد كل جزر بكميه كبيره قوي في يومه، ممكن الجزر فيه صبغه فبيتغير لون البول، بس لازم يكون كل كميه كبيره قوي فيبقى اللون البرتقاني. لو حد مثلا كل يعني توت مثلا او فراوله بكميه كبيره قوي، هتخلي
لون بينك او احمر. لو حد كل فول بكمية كبيرة قوي ممكن تخلي لون البول بني. بس دي مش حاجة يعني شائعة، لان هي يعني لازم تاكل كمية كبيرة قوي. في حاجات كمان ادوية ممكن تغير لون البول، يعني في ادوية بيبقى فيها صبغة زرقاء، فلما بتاخدها بتغير لون البول، بيبقى يعني ازرق فاتح كده، تمام. فبس انت بتبقى عارف انه السبب ان البول متغير ان الحبايه اللي انت بتاخدها دي هي حتى بيبقى الكود بتاعها في لون ازرق، فانت بتبقى فاهم يعني ليه. طيب لو هنتكلم عن يعني الشفافية بتاعة البول المفروض يكون كلير. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش رواسب، ما فيهوش رغاوي، تمام. كلير يعني لونه اصفر باهت، ده اللون الطبيعي، ويكون يعني شفاف. طيب لو في رغاوي في البول يبقى في بروتين في البول. طيب ولو في بروتين في البول يبقى في مشكلة في الكلى، تمام. لان الكلى هي المسؤولة عن ان البروتين يحصل له امتصاص تاني ويرجع الدم وما ينزلش في البول، فما ينفعش يبقى فيه بروتين في البول. طيب لو في راسب يعني معكر كده، يعني البول معكر، غالبا بيكون بسبب وجود الوايت بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء، اللي هي سبب وجودها عدوى. لسه قايله لكم انه لما بيبقى في اصابه بكتيريه، الخلايا الدم البيضاء بتكتر قوي في مكان الاصابه علشان تهاجم البكتيريا دي، تمام. فلو في اصابه بكتيريه في الجهاز البولي بيكتر قوي الخلايا دي اللي هي الوايت بلاد سيل، وبتنزل في البول. فمعنى اني لقيت البول معكر او في رواسب يبقى في خلايا كتير وايت بلاد سيلز، يبقى في عدوى بكتيرية او اصابة يعني ببكتيريا في الجهاز البولي، فبنبدأ نعالجها بمضادات حيوية. طيب لو هنتكلم بقى عن التحليل، لو انا عملت تحليل بول، في حاجات ما ينفعش تبقى موجودة خالص في البول، تحليل البول، زي الصبغة اللي انا لسه قايله لكم عليها اللي هي بيليروبين، اللي هي المفروض ان الكبد بيستخدمها ويحولها لمادة تانية اللي هي العصارة الصفراء، و ما بتنزلش في البول. يعني لو لقيتها في البول يبقى في مشكلة في الكبد، فبيعالجوا الكبد. طيب في حاجة كمان، السكر ما ينفعش الاقي في البول سكر، مش في الدم عادي يبقى فيه سكر، بس البول ما ينفعش يبقى فيه سكر. معنى اني لقيت سكر في البول انه عالي قوي في الدم عن الطبيعي فنزل في البول، فدي اشارة انه ده مريض سكر. حاجة كمان اسمها الكيتونز. ايه الكيتونز دي؟ هي ممكن تكون طبيعية لو لقيتها في البول للناس اللي عاملين دايت، الناس اللي هم خاصة الكيتو دايت، اللي هم بيستخدموا الدهون اللي في جسمهم كمصدر للطاقة بدل الجلوكوز. يعني حد مانع سكر خالص، مانع كربوهيدرات خالص عشان يخس، فبيبدأ جسمه يستخدم بدل ما يستخدم السكر كمصدر طاقة، يبدأ يستخدم الدهون اللي في جسمه كمصدر طاقة، لأن الكيتونات دي هي نتيجة حرق الدهون، تمام. طيب ممكن تكون كمان لو هو مش عامل دايت ممكن تكون علامة من علامات يعني مرض السكر، لأنه السكر يعني حتى لو هو بياكل سكر الجسم مش عارف يستفيد من السكر ده بسبب نقص الانسولين او حساسية الخلايا للانسولين، مقاومة الخلايا للانسولين، فهو مش عارف يستخدم السكر كمصدر طاقة فبيستخدم الدهون، فبتبدأ تعلى الكيتوز دي في البول، تمام. حاجة كمان ما ينفعش الاقيها في البول البروتين البيومين. ليه؟ لانه دور الكلى ان هي بتعمل امتصاص تاني
البروتين وترجعه الدم، مش بينزل في البول. لو لقيت بروتين في تحليل البول، يبقى اعرف ان في مشكله في الكلى، فيبداوا يعالجوا الكلى. ايه كمان؟ ما ينفعش الاقي دم في البول. معنى ان لقيت دم في البول ممكن يبقى فيه لا قدر الله سرطان، ممكن يكون فيه التهاب، تمام. فان الطبيعي ان ما يبقاش فيه دم في البول، تمام. حاجه كمان، ما ينفعش الاقي وايت بلاد سيل في البول، لان وجود وايت بلاد سيل في البول يعني فيه انفكشن، فيبقى دي حاجه مش طبيعيه، يبقى فيه عدوى، يبقى انت مريض. حاجه كمان، ما ينفعش الاقي بكتيريا في البول، تمام. يعني البكتيريا بنسبه كبيره في البول يعني انت عندك عدوى او اصابه بكتيريه. فدي حاجات انا ما ينفعش لما اقرا تحليل البول الاقيها عندي. لو لقيت حاجه من الحاجات دي عندي او اكتر من حاجه عندي، يبقى دي اشاره ان في مشكله في جسمي، لازم ابدا اعالج.